عايزاكي بقى تنسي السلق والشوي للحمة، والنهاردة هنعمل صينية لحمة في منتهى الجمال واللذاذة بطريقة سهلة خالص، مش هتاخد معاكي أي وقت نهائي غير إنك بس هتاخدي وقت استوا مش أكتر من كده. بس قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا يلا بينا نسمي الله ونصلي على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف معناه إيه. كيلو إلا ربع من اللحمة، وتقدري تخليها أقل من كده أكتر من كده على حسب ما انت عايزة. بنقطعها عصافيري بالشكل ده، يعني حاولي ان انت ما تكبريهاش قوي علشان بتكون على قد اللقمة كده في الآخر. معانا 3 حبات من البصل، وتقدري تستخدمي بصل أبيض بصل أحمر زي ما انت عايزة واللي موجود عندك. بقطعه كده بالسكينة وممكن بالمبشرة لو انت حابة. وهنضيف ليهم كمان حبيتين من الفلفل الأخضر، وحاطة عليهم نص حباية من الشطة الخضراء. والشطة هنا في أي وصفة يعني سواء دي أو غيرها بتكون اختياري. كمان معانا فلفل ألوان، وهضيف بس ربع حباية من الفلفل الأصفر والأحمر، يعني ربع بس مش أكتر من كده. ونقطعه برضو شرايح صغيرة. دي ربع الفلفلاية بالظبط. 3 حبات من الطماطم، وبنقطعها برضو زي السلطة صغيرة كده وبنضيفها بالمية بتاعتها. كمان هضيف ليها فص صغير من الثوم. المكونات مفيش اسهل منها، وفي الاخر هتاخدي طعم صينية في منتهى الجمال، حاجة كده روعة الروعة. معلقة كبيرة من صلصة الطماطم سواء الجاهزة او اللي انتي عاملاها في البيت. وكمان هضيف ليها معلقة من دبس الرمان. شوية توابل صغيرين كده، وما تكتريش في التوابل عشان طعم اللحمة ما يروحش معاكي في التوابل. توابل بنضيفها للفراخ لان الفراخ بتبقى محتاجة ان هي تتطعم شوية، لكن اللحمة ما بتحتاجش توابل كتير. حطيت فلفل اسود 7 بهارات وبابريكا، وضفت الملح المطلوب. انا ضفت حوالي معلقة ونص من الملح، لكن في الاول والاخر الملح ده بيكون على حسب الرغبة وزي ما انت عايزة. وضفت كمان ربع كوباية من الزيت، واي نوع زيت انت بتستخدميه تقدري ان انت تحطيه. ورشة كمان من السكر علشان تعادل بس الحموضة بتاعة معلقة الصلصة اللي احنا حطيناها. هنقلب المكونات دي مع بعضها كويس قوي بقى على قد ما تقدري، لحد كله كده ما يتداخل في بعضه وتشمي احلى ريحة لتتبيلة لحمة. طبعا تقدري تعمليها في طاجن فخار لو حابة، تمام. لكن حبيت ان انا اعملها كده في الصينية سهلة وسريعة. هنضيف ليها بقى بعد ما نخلطها مع بعضيها كده ورقتين من اللورة، وكمان معلقتين من الزبدة قطعتهم مكعبات ووزعتهم على الوش. غطيتها بورقة من الزبدة وعليها ورقة من الفويل ودخلتها الفرن. تقدري تسيبيها على عين البوتاجاز لحد ما تستوي خالص، وبعد كده تكشفيها وتدخليها تحت الشواية. لكن سويتها في الفرن. تقدري بقى ان انت تسخني الفرن بتاعك على اعلى درجة، وتسيبيه حوالي كده تلت ساعة يسخن قوي، وبتحطيها تحت خالص على الشبكة. اول نص ساعة بنسيبها على نار عالية، وبعد كده بنهدي النار علشان اللحمة تستوي على مهلها. وطبعا تسوية اللحمة بتكون على حسب القطعية اللي انت مقطعاها، سواء لحمة صغيرة بقى لحمة كبيرة تاخد معاكي وقت ما بتاخدش. ده بيكون على حسب القطعية اللي انت جايباها. طلعتها وفي الوقت ده كانت خلاص استوت معايا تماما. طبعا بنختبرها ونشوفها هل استوت ولا لا. لو استوت معانا يبقى خلاص هنكشف الغطا من عليها. ما استوتش هنسيبها زي ما هي وندخلها الفرن تاني تكمل بقية سواها. هنا كانت خلاص دابت معايا واستوت تماما تماما، يعني كانت دايبة دوب كده. تقدري تسيبيها على كده، وتقدري ان انتي تدخليها الفرن تحت الشواية بس دقيقتين 3 مش اكتر من كده علشان ما تنشفش معاكي. لكن قبل ما ادخلها تحت الشواية جبت معلقة من السمنة البلدي، معلقة صغيرة مش اكتر من كده، ودهنت الوش بتاعها وعلى طول دخلتها تحت الشواية. وبتطلع معانا بقى من تحت الشواية كده حاجة كده في منتهى الجمال، طعم وريحة في منتهى اللذاذة. اتمنى بجد من كل قلب ان انتوا تجربوا الوصفة بتاعت النهاردة، وبألف هنا وشفا مقدما ان شاء الله للي هيجربها، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. ولو أول مرة بتشوفيني لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك للفيديو. ولو في أي استفسار سيبيلي تعليق وأنا هرد عليكي على طول. يلا بينا بقى نشوف الجمال والحلاوة بتاعت اللحمة بتاعت النهاردة. صدقيني ميكس في منتهى الجمال واللذاذة، تقدري تقدميه بقى زي ما تحبي. هو في كل حالاتها هتشرفك في أي عزومة إن شاء الله، وهتشرفك قدام كل حبايبك.
وبكده أكون خلصت الوصفة بتاعتي النهاردة، وأشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.